رغم الفوز على اثيوبيا 2-0، لكن الطريقه اللي حسام حسن لعب بيها ماتش اثيوبيا او الكارثه اللي كان عاملها في ماتش اثيوبيا طبعا وحتما ما ينفعش يعملها قدام بوركينا فاسو. ما ينفعش يستخدم نفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها ماتش اثيوبيا. لو عايز تعرف ايه هي الكارثه اللي حسام حسن عملها قدام اثيوبيا، لو عايز تعرف منتخب مصر كان بيلعب بشكل كويس ولا لا، ايه هي الحاجات الايجابيه اللي كانت موجوده في ماتش اثيوبيا، ايه العيوب اللي لازم نتفاداها او لازم يلاقي لها حل سواء على المدى القريب زي ماتش بوركينا فاسو اللي جاي او على المدى البعيد عشان لما نصعد كاس عالم ان شاء الله ما ينفعش نروح بنفس العيوب اللي عندنا دي. كل الحاجات دي هتعرفها في الحلقه بتاعت النهارده. روح اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نشوف الحلقه دي بتقول ايه. مجموعه مصر اللي معاها جيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسريليون واثيوبيا. مصر متصدره المجموعه دي بعد ماتش اثيوبيا ب 19 نقطه، يجي بعدها على طول بوركينا فاسو اللي معاها 14 نقطه. باقي الفرق خلاص شيلهم من الحسبه، طلعوا تماما. بوركينا فاسو هتفضل جاريه وراك لسببين، هقول لك ايه هما السببين. الاولاني ان هي عايزه تعطلك، يمكن يبقى في امل ان هي تصعد مكانك اول المجموعه. ليه؟ لان منتخب مصر فاضل له 3 ماتشات منهم ماتش بوركينا فاسو اللي جاي. عايزين من الثلاث ماتشات دول 3 نقط، يعني حتى لو خسرنا بوركينا فاسو قدامك ماتشين اكسب واحد فيهم، اتعادل الثلاث ماتشات. يعني في اوبشنز كتيره جدا لمصر ان هي تصعد. فامل بوركينا فاسو ان هي تعطلك لو كسبتك الماتش الجاي املها برضو لسه مش كبير. هي بتلعب على الامل الاكبر على حته احسن تواني، لان زي ما احنا عارفين ان افريقيا هيصعد منها 9 منتخبات، هياخدوا احسن 4 تواني يعملوا بينهم دوره مجمعه كده بين ال4 منتخبات دول، يصعد منهم واحد هيلعب مع قاره تانية على الصعود لكاس العالم، ده موال تاني. بس اللي اقصده ان بوركينا فاسو هتفضل عايزه تجمع منك نقط سواء عشان تصعد على حسابك، وده امل قليل بوركينا فاسو معترفه بيه ومصدقينه ان حتى لو كسبت مصر الماتش الجاي لا قدر الله املها ان هي تصعد اول مجموعه مش كبير. ومصر فاضل لها ماتشين هتكسب، لو كسبت اي ماتش فيهم خلاص مصر راحت رسمي لكاس العالم. امل بوركينا فاسو ان هي تجمع منك نقط عشان تكون ضمن احسن تواني في ال9 مجموعات كلهم، وده اللي مدي الماتش الجاي اهميه كبيره، اللي خلى حسام حسن يعمل ريسك كبير في ماتش اثيوبيا عشان ما هقدرش نقط في ماتش مالوش لازمه وارجع اندم بعد كده. هبقى بدل ما انا محتاج 3 نقط بس قدام بوركينا فاسو هبقى محتاج 6 نقط في ال3 ماتشات الجايين يعني. فعشان ما اعقداش على نفسي قرر ان هو ياخد الريسك في ماتش اثيوبيا. ايه هو الريسك اللي هو عمله؟ ان حسام حسن شيل الاربعه اللي ورا سواء هاني حمدي والاتنين مساكين من نص الملعب وطالع، هو بيلعب بواحد بس ليه ادوار دفاعيه، بيلعب بحمدي فتحي رقم 6 جنبيه تريزيجيه وزيزو ومرموش وصلاح واسامه فيصل. طيب وايه الريسك في كده؟ الريسك ان انا يا باشا مش هلعب او مش هدي فرصه للمنتخب ده ان هو يرجع عليا، انا هروح واموت نفسي على اني انهي الماتش من اول دقيقه. والحته الدفاعيه اللي كان يعني لو تاخد بالك في ماتش مصر قدام اثيوبيا لما كانت بتطلع بكره منظمه علينا كانت بتوصل للجون، عملتها 3 4 مرات على مدار الماتش، بس كانت بتعرف توصل للجون لان مفيش راجل جدع يقف يقول لها لا. مش عشان تقصير من اللعيبه، عشان نص الملعب كله شايله حمدي فتحي. تريزيجيه ادواره الدفاعيه مهمشه او مش موجوده، زيزو ادواره الدفاعيه مش موجوده، صلاح ومرموش بناء عليه ما بيرجعوش اصلا مع الباكات. فكانت مصر الطريقه الدفاعيه اللي بتلعب بيها ان انا هفضل ضاغط اثيوبيا ليل نهار على ال18 بتاعته، هلعب دايما ان اخد الكره وانا لسه عندهم. عرفوا يطلعوا مني وقد كان عرفوا يطلعوا بكره واتنين، الناس بتستفرد بحمدي فتحي في نص الملعب بتعرف توصل للشناوي ووصلوا. في كره اتنقلت على ال18 عندنا، في كام كره اتشاطت من بعيد، بس ما بيبقاش فيه صعوبه ان هو ينقل عليك كوره، لان اللي بيبقى واقف يعطلهم هو واحد بس حمدي فتحي. زيزو وتريزيجيه زي ما قلنا ما بيعملوش الادوار الدفاعيه بتاعتهم. طيب هل دي حاجه كارثيه؟ هي حاجه كارثيه لو استخدمتها في ماتشات تقيله، يعني لو استخدمتها قدام بوركينا فاسو فرقه تقيله، فرقه مش سهله، فرقه عايزه تكسبك للاسباب اللي انا قلتها، ما تقدرش تلعب عليها بحمدي فتحي بس. لازم على الاقل يكون في واحد جنب حمدي فتحي، حتى لو كان تريزيجيه وزيزو اللي انا اعتقد ان هم لا بلاش دول، بس حتى لو واحد فيهم انا لازم اخر واحد يستنى مع حمدي فتحي. ما يبقاش دايما الراجل الناس كل نص الملعب طاير. يعني تريزيجيه كان بيروح يضرب مرموش احيانا، زيزو دايما متشعلق فوق مع صلاح. فحتى لو هلعب واحد فيهم، وانا يعني حتى لو هلعب بالاثنين دول وانا ما اعتقدش ان ده هيحصل، لازم يكون واحد مستني مع حمدي فتحي مؤخر نفسه في نص الملعب شويه. ليه؟ عشان فرقه بوركينا فاسو عندها سرعات، فرقه منظمه، فرقه هتاخد وتدي معاك في الملعب، فرقه هتلعب معاك كوره هتروح عليك وهتيجي عليها، فرقه مش هتعرف توصل لجونها بسهوله. الرعونه خلينا نقول عليها رعونه او بلاش رعونه، خلينا نقول عليها استسهال. هي ثقه من اللعيبه ان انا هقدر اروح تاني وتالت وعاشر، اما اجرب هتيجي ازاي. يعني ما بيحطش فيها
خلينا نقول روحه ما بتبقاش على الكرة 100%، ما بيضمنش 100% الكرة اللي بتروح على الجون، سواء من مرموش، تريزيجيه، صلاح، اسامه، كل الناس اللي قدام، لان عارف ان هيجي له كرة غيرها. لكن قدام الفرق التقيله زي بوركينا، في بوركينا ابقى عارف ان انا او ببقى بلعب والله اعلم هيجي لي غيرها ولا لا، هتيجي بنفس السهوله دي ولا لا. اتمنى ان اللي شفناه في التجربه قدام اثيوبيا واحنا بنجرب على الجون بكل الاشكال والالوان ما اشوفش نفس الاسلوب بتاع ان انا وانا بجرب على الجون ده قدام بوركينا فاسو عشان الكره اللي هتجي الله اعلم هتيجي غيرها ولا لا، عشان هعرف اتماسك، لان انا برضو عندي مشاكل ورا، هعرف اتماسك دفاعيا قدامهم ولا لا. ماتش اثيوبيا انت كنت نازل مموت نفسك على المكسب، توقع ان بوركينا فاسو هتنزل قدامك مموته نفسها على المكسب زي ما انت كنت عامل قدام اثيوبيا. ماتش بالنسبه لها حياه او موت. يعني هي بوركينا فاسو اصلا بتلعب كل التصفيات بتلعب بره ارضها، بتلعب في المغرب باين حاجه كده، كل ماتشاتها الهوم بتاعتها بتلعبها في المغرب، ما عدا ماتش مصر قالت هرجع العبه في بوركينا فاسو وخدونا او واخدنا يعني نلعب في بوركينا فاسو لاكتر من سبب. يستغل عامل الجمهور، يستغل سوق الملعب اللي انا ما اعرفش العب عليه هو يعرف يلعب عليه، درجات الحراره اللي بالنسبه له احسن مني، ايا كان العوامل اللي ممكن تاثر عليا، ده دليل على ان هو لا، الماتش انا عايزه هاخده باي شكل كان. فالاسلوب سواء الهجوم البحت اللي انا مش معترض عليه بصراحه، بس اللي انا شايف ان ما يتلعبش بيه قدام فرقه كبيره. اتمنى ان يكون حسام حسن بيجرب او كان عايز يريح نفسه في ماتش اثيوبيا من بدري، ما يكونش عنده قناعات بالفكره دي ان احنا ينفع نأدي بيها قدام فرقه كبيره هتسبب لنا مشاكل وهنخسر نص الملعب قدام فرقه مش كبيره، قدام فرقه متوسطه. ده بالنسبه للشق بتاع المدرب او الشق بتاع حسام حسن. الشق بقى بتاع اللعيبه في الحته الهجوميه، اتمنى ان كل الكوارث اللي احنا شفناها في الرعونه في تضييع الفرص قدام اثيوبيا ما نشوفهاش في ماتش بوركينا فاسو. عايزين نرتاح من بدري، عايزين نريح نفسنا من بدري. الماتش اللي جاي خلاص نفسي يبقى في مره كده وصول لكاس العالم من غير الدايلاما بتاعت اتعادل مع المغرب في المغرب ويكسب الجزائر في لبنان والحاجات اللي عشناها بقالنا 30 40 سنه دي. اتمنى ان احنا ما نعيشهاش. ماتش يا باشا روح اكسب، اصعد كاس عالم وانت فاضل لك ماتشين، وريح بقى وجرب واعمل معسكرات وجهز نفسك في الماتشين الرسميين اللي فاضلين، جهز نفسك لبطوله افريقيا اللي انت داخل عليها كمان كام شهر. فنفسي مره نوصل بالشكل ده. لكن لو جينا نتكلم عن الماتش نفسه بقى كماتش، زي ما قلت اثيوبيا ما كانتش الفرقه اللي انا اقدر اتكلم عليها. ما تعرفش الدنيا متسهله لحسام حسن كده بشكل ربنا يديمها نعمه. يعني انا بحب الراجل ده عامه والله لاكتر من سبب يعني، بس هي الدنيا متسهله معاه كده. نظام كاس العالم يتغير اول ما يمسك. الفرق اللي بتبقى معانا في المجموعات مش الفرق، حتى بوركينا فاسو اللي كانت فرقه تقيله جدا في افريقيا اللي فاتت، لا مش هي بوركينا فاسو، مش هي بوركينا فاسو خالص اللي نعرفها. يعني كانت فرقه تحس ان هي لا ممكن تعطلك، تكسب كل الماتشات، تحطك دايما تحت ضغط لاخر لحظه في التصفيات. لا الفرقه مريحه اهي، مش قد كده، تساهيل كده بتحصل معاه، ودي حاجه انا ما تزعلنيش يعني، دي حاجه تبسطني والله. يا رب تفضل متسهله معاه كده ان شاء الله ياخد كاس العالم. القناعات بتاعته ببعض اللعيبه انا ضدها، بس برضه انا لازم التمس له العذر. يعني قناعته بمحمد حمدي الباك ليفت ان هو ده باك ليفت المنتخب، انا مش شايف ده بروفايل باك ليفت منتخب مصر نهائي. قيسوا على اي باك ليفت لاعب لمنتخب مصر قبل كده. بس التمس لحسام حسن العذر في ايه؟ ان مفيش غيره. يعني حتى فتوح اللي كنا رامين عليه امل، او مش كنا رامين عليه امل، فتوح اللي كنت اتمناه يلعب في منتخب مصر، وكنت متوقع له ان هو يعني ده هيكسر الارقام التاريخيه لاي باك ليفت لعب، مبطل كوره خالص. هو مقرر ما يلعبش كوره اصلا. فاللي انا بلوم عليه في حسام حسن فيه انت ما عندكش غير محمد حمدي، بس لا تقدر تدور، جرب. اصل مش هنعيش بده، مش هنفضل معتمدين عليه 100%. مع انه لاعب مجتهد، لاعب بيعمل اللي عليه، لاعب ما فيش دلع، لاعب رجولي تماما، لكن ككوره مش هو ال100% اللي يشيل البوزيشن ده لوحده. واللي الوم عليه حسام حسن برضو فيه، او مش الوم عليه، في حته كده في عقليه حسام حسن، ما دام انت راجل وبتسمع كلامي وبتأدي انا هاخدك. محمد حمدي ده متاخد عشان كده، اسامه فيصل متاخد عشان كده. اسامه فيصل هل هو اللاعب الوحش؟ لا مش اللاعب الوحش. هل هو يقعد عشان مصطفى محمد؟ بص، ماتش اثيوبيا ده، اولا انت معسكر هتلعب ماتشين في 10 ايام او في اسبوع. لما احب اجرب وانا عندي اثيوبيا وبوركينا فاسو، لما احب ادي ثقه لمهاجم او اجرب مهاجم او اجرب طريقه لعب، هجرب في انهي واحد فيهم؟ الفرقه اللي هتنزل تموت نفسها عليا من اول لحظه لاخر لحظه عايزه تكسبني مش تلعب اداء مشرف، ولا الفرقه اللي جايه الماتش بالنسبه لها تحصيل حاصل عايزه ابان بشكل كويس قدام مصر؟ هجرب في ماتش اثيوبيا طبعا. فانا لما احب اجرب اسامه فيصل العب بيه بدل مصطفى محمد، سواء بقى اجربه سواء اديله ثقه في نفسه، هختار ماتش اثيوبيا. فانا مش شايف، لان كان في قبل الماتش مفاجآت في تشكيله منتخب مصر واسامه فيصل، وهل مصطفى محمد يقعد عادي طبعا،
يقعد عادي واجرب في الماتش ده عادي تماما. زي بالظبط التجربه بتاعت نص الملعب، تجربه ان حمدي فتحي يبقى بطوله في نص الملعب والعب بتريزيجيه وزيزو اللي متشعلقين دايما في على ال 18 هناك. دي تجربه اقدر اجربها في ماتش اثيوبيا، ما اقدرش اجربها في ماتش بوركينا فاسو. اسامه فيصل فيه مميزات كتيره جدا جدا، اكتر لاعب مهاجم شفته بيضغط من بعد عمرو زكي، ضغط غلس، ضغط يخوف المدافع لا يتعور اصلا. يعني في مدافعين تسيب له الكرة، خد يا عم لا تاذيني ولا اذيك. لاعب ما بيبطلش جري، بيتحرك في كل مكان، بيطلع على الاطراف كتير، بهجان كده في ال 18. بلس زيد عليها بقى المحطة، انا بعشقه في الكرة لما بتتلعب عليه. الراجل بيستلم الكرة بيطلع اللي حواليه بشكل كويس جدا، او الكرة ما بتتاخدش منه غير بفاول. يعني ما بتتاخدش منه غير بفاول، بيعرف ما يأمن على كورته، بيعرف يفضل محافظ على كورته لحد ما يتضرب. المدافع بيزهق خلاص يا باشا بضرب، باخد فاول. ودي مميزاته. عيوبه وهي العيب الاكبر اللي يخلي الواحد يتناسله كل مميزاته دي، هي التهديف. هو بالنسبه له اللمسه الاخيره الفينش بتاعه مش احسن حاجه، والمشكله دي مش موجوده من دلوقتي، ده من ايام البطوله العربيه اللي لعبها مع كيروش، سواء بقى البطوله العربيه بعد كده منتخبات اولمبيه مع النادي بتاعه. هو دايما عنده مشكله في اللمسه الاخيره، ولازم يشتغل عليه، عشان كل مميزاتك دي هننساها. وانا قلتها في حلقه قبل كده، كل المميزات دي هتتنسي لو انت ما لعبتش على موضوع اللمسه الاخيره دي، لان انت اكل عيشك في الاخر ان انت تجيب لي جوال. وده كان حصل مع مروان محسن. مروان محسن كان مع كوبر في الفتره دي، كان كل جمهور الاهلي راضي عنه، كل جمهور الاهلي بيحبه، وكان مهاجم كويس جدا، وكان جاي من الاسماعيلي مكسر الدنيا و كوبر كان بيطلب منه ادوار في الاستلام، وانه يكون محطه، وادوار دفاعيه، وادوار ضغط في التحضير ويعطل، وانه يعطل الراجل اللي بيتلعب عليه كرة في نص الملعب، وبقى يهمشه تماما في الدور الهجومي، لمسته في ال 18. ما انا مش عايز منك ده ليه؟ لان صلاح هيطلع من بعدك ايا كان، يعني هلعب على ناس تانية. ابتدى مروان محسن تقريبا يعني ينسى ايه اللي بيتعمل في ال 18. لمسته على الجون بدات تتاثر لحد ما لما بعد فتره فضلت مكمله معاه، انه في الاهلي ما بيجيبش جوان، في الاهلي كل لمساته وكل تحركاته جوه ال 18 بقت غلط. فالراجل اللي كنا بنطالب انه يجي الاهلي من الاسماعيلي، الجمهور الاهلي بقى يطالب انه يمشيه، جمهور المنتخب بقى يطالب انه ما يلعبش وما يتواجدش تاني، مع ان كانوا المدربين مقتنعين بادواره اللي بيعملها غير انه يسجل، لكن احنا كجمهور لا مش عايزينه. والدنيا قامت عليه واثرت عليه هو بشكل نفسي. انا بحميك بقى من الفيلم ده، انت لازم الكرة تجيلك في ال 18. انا عارف ان هي بنسبة 95% هتكون جون، لو ما جاتش انا هحطها في ال 5%، لكن ما بتبقاش جايه لك نسبة 50-50. دي نسبة كبيرة جدا على مهاجم انه يلعب منتخب، نسبة ان الكرة يا تيجي يا ما تجيش بنسبة 50-50 دي كبيرة جدا على مهاجم ان هو يلعب منتخب. فلازم تشتغل على نفسك في الحتة دي. ده بالنسبة لأسامة فيصل. مصطفى محمد يعني طبعا مهاجم عارف ان هو هيبتدي اساس الماتش الجاي، ومهاجم حدث ولا حرج، يعني عنده بس حته لويه البوز. يعني ما ينفعش كل ما تقعد دكه نص ساعه ولا تقعد دكه ماتش بوزك يتلوي وتتخانق مع ده وتزعل من ده. كل ده ما حصلش، بس كان باين على وشه كده ان يعني ايه، هو نازل اخر 10 دقايق ربع ساعه عشان نرضيه، عشان لوي بوزه، باين حاسسها. فاتمنى ان دي ما تكونش موجوده تاني. اتمنى ان مصطفى محمد برضو، يعني ما ايه يا باشا، ما احنا مش هنفضل نطبطب عليك، ما احنا 25 لعيب. 25 لعيب مش انت بس المنقذ، مش انت بس المنقذ. ال 25 لعيب انت بتنفذ الطريقه، جه عليك وقت مستواك البدني وقع، جه عليك وقت انا عايز العب بطريقه انت مش هتعرف تعملها، عادي جدا عادي جدا. وبيتهيألي تخريجة صلاح اللي حصلت في اخر الماتش دي، ان حسام حسن بيرسخ عند اللعيبه يا باشا، كله ممكن يقعد وكله ممكن يطلع. هي متفق عليها، عشان النتيجه ماشيه كويس، بس هو بيدي درس لغير صلاح ان يا باشا، ومرموش كمان، ان يا باشا اي حد في الملعب هيطلع عادي خالص. فما تجيليش انت تلويلي بوزك عشان ما لعبتش ماتش من ماتشين هيتلعبوا في اسبوع. المهم ماتش بوركينا فاسو زي ما قلت ماتش هيبقى تقيل جدا، ماتش صعب في ملعبهم، درجات الحراره، كل المشاكل اللي بنواجهها في ادغال افريقيا دي هنواجهها في الماتش ده. اتمنى نريح نفسنا، اتمنى ان ما يكونش فيه تجويد من حسام حسن في الماتش ده، مش مستحمل التجربه. ماتش تلعب بالاساسي بتاعك بالشكل الصحي بتاعك، بلاش تجويد في نص الملعب بالذات، لان انت دفاعيا مش احسن حاجه. عندي اعتراضات من هنا لاخر الدنيا على مشاركه رامي ربيعه واساسي. اي حد انت واخد 3 4 لعيبه تقريبا مساكين تجربهم اول مره يشاركوا منتخب يلعبوا على رامي ربيعه، وعمياني كده يلعبوا على رامي ربيعه. بس الواحد ما بيحبش يتكلم بشكل سلبي لما يكون النتيجه كويسه والناس مبسوطه. ف
عشان بقى الماتش الجاي، لان انت برضه هو رامي ربيعه من نفس العينه بتاعت حمدي واسامه فيصل، اللي هم ما دام انت راجل وبتسمع وكتف في كتف هتلعب. يعني دي مشكله حسام حسن، فرامي ربيعه مديله الحته دي فهيلعب اساسي. فاتمنى ان ما يكونش في تجويد في في حته نص الملعب، عشان دفاعيا احنا مش احسن حاجه، عايزين نامنها، العب بشكل متزن يسمح لي ان انا لما احب اضغط، احب انكمش، اقفل على نص الملعب، اطلع بكوره من تحت. كل ده انا هبقى محتاجه في الماتش اللي جاي. لكن ان الفرقه تبقى مستسلمه لك وانت ضاغطها وكابسها على الجون طول الماتش زي ماتش اثيوبيا، ده مش هيحصل، لان الفرقه نازله تكسب اكتر ما انت عايز تكسب. بس يا سيدي، وبكده وصلت لنهايه الحلقه. استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله.